للبنه نتاعنا اللي باش نعملوها، اول حاجه باش نحضر الشحور. هنا حطيت كيلو سكر وباش نصب عليهم 400 غرام ماء هكا، باش نحط 400 غرام نتاع ماء، ونحط الشحور نتاعي يطيب. وهنا باش نعمل عليها 10 غرامات قارص هكايا، وباش نخلط السكر نتاعي ونحطو يطيب. به. عندك ترمومتر توصلوا لل 110 دوغري، ما عندك شي ترمومتر دوب ما يغلي الغليه الاولانيه هذيك اللي يذوب فيها السكر ويغلي بالكدا 7 دقائق وتطفي عليه. هنا زاد حاجه مهمه، راهي الكونتيتي نتاع السكر يعني نتاع الكيلو سكر 7 دقائق اللي بعد ما يغلي الشحور ماهيش نفسها كي تحط 2 كيلو سكر. يعني راهو يلزمك تحسب تزيد الوقت نتاع الكونتيتي نتاع الماء نتاعك، يعني مش تحط 2 كيلو سكر و800 غرام ماء وبعد 7 دقائق تطفي عليهم، لا نحطوها ربع ساعه 14 مينوت 15 مينوت. فوالا تو هذا كالعاده الشحور نتاعنا باش نحطو ما عادش نمسو بالكل. باهي تو شنو اللي باش نستحق؟ باش نستحق 150 غرام بوفريوه، وباش ناخذ عليها 50 غرام لوز محمر. هذوما الزوز مع بعضهم باش يترحاو لين تولي عنا بات ليكيد. وهنا عنا 150 غرام فستق، عليهم 50 غرام لوز احمر بالقشره نتاعو، كيف هذوما باش يترحاو مع بعضهم. اول حاجه باش نبدا بها هي باش نبداو بالفستق. ديما كي تبدا عنا بريباراسيون، مثلا باغ اكزومبل انت باش ترحي في لاباري نتاعك ديما نبداو مثال عندك لوز، عندك بوفريو، عندك الفستق، ترحي اللوز قبل وبعده الفستق وبعده البوفريو. كي باكش باش تغسل لاباري نتاعك راهو لهنا انا عطيتكم لي زيتاب كيفاش كي تبدا عندنا لاباري واحده، ما نقعدوش كل مره نغسلو. كنبداو باللوز فستق وبعدها البوفريو. هنا يقول قايل علاش حطينا اللوز الابيض وحطينا اللوز الاحمر. هنا حطينا اللوز الابيض مع البوفريوه باش يعزلنا المطعم، ما نحطوش بالقشره، ومع الفستق باش يعزلنا المطعم نتاع الفستق مليح ويزيد يعطينا لون غامق شويه. فوالا تو باش نبدا نرحي لين تولي عندي ليكيد. بيان سور نعاونوا باش تولي عندنا ليكيد بالكدا نعاونوا بشويه زيت نوتر، يعني زيت نتاع قطانية مثلا. هوني باش نقول لكم البوفريو نحمروها بيان سور، ما نحمروهاش برشا. اغزروا لونها كيفاش، ما نحبوهاش تكون غامقه برشا. والفستق كيما العاده ما نحمروهش ياسر، دوب ما يسخن. اما اللوز اللي بالقشره نحمروه. هوني نرحيو ونرتحوا لاباري نتاعنا، نهبطوا الفاكهه نتاعنا. توا لهنا انا باش نزيدها شويه زيت نباتي. انا نحبها راهي تولي جاريه على الاخر، ما نحبهاش تكون عجينه، نحبها تكون جاريه. ريتو هكايا مازالت ما ولاتش جاريه كيما انا نحبها اكثر، الجرو نتاعها اكثر بالكدا. شوفوا كيفاش البنات جاريه بالطريقه هذه، وتنجم راهو تزيد تجريها اكثر. باهي حاجه اخرى لهنا، مثال يلزم راهو البوفريوه تكون هكايا ولا الفستق مش بخاليني. راهو البخاليني في الريسيت نتاعنا ما يجيش، على خاطر يتحرق معانا ديجا، خاطر هو طايب فيه السكر وبالكراميل. كي نطيبوه في الفور راهو باش تجينا الكعبه مش كيما احنا نحبوها. هنا راهو في الراحيه نتاع الفستق زدت قرابه 20 غرام زيت نباتي. هذيا البوفريوه نتاعنا، انظروا لها قد جاريه البوفريوه
تجرى اكثر من الفستق، خاطر الفستق ما فيش برشا زيت. بي توا لهنا باش ناخذ 50 غرام بوفريوه معرجه و50 غرام فستق معرج. هنايا باش نكونكاسيه ما حاجتيش بحتى طرف بودر، يلزم يكونوا كان اللقشه نتاع الواحد، يعني ما يلزمش يكون عندي البودر باش نخليها خشينه لو ماكسيموم. شوفوا لهنا البنات باش نحي اكل البودر كل ما حاجتيش بها، على خاطر البودر هذيك اللي نتاع الفستق ولا نتاع البوفريو كان باش نحطها مع البريباراسيون تاعي راهي باش تشرب لي الليكيد اللي عندي. انا حاجتي باش يكون عندي الليكيد ما فيه يعني ما يشربش، تقعد باقي جاريه. هاهما كيفاش يولي، وكيف بالنسبه للبوفريو. اونتر طون الشحور نتاعنا قاعد يطيب، بعد ما يكملوا 8 دقائق نتاعي ولا 7 دقائق باش نزيدوا 100 غرام جلوكوز باش يقعد لنا التكستور نتاع الشحور نتاعنا مزيانه وفيه لقه الحلوه. بيان سور الشحور هذا تعمل به الكنافه، تعمل به القطايف، اش تعمل به اخر، تعمل به البسبوسه زاده. فوالا دونك تنجم تسمن وتخليه. بي هنا انا باش نعمل، باش ناخذ البيستاش نتاعي باش نحط عليها البيستاش الكونكاسي، وباش نحط عليها 80 غرام سكر محمر. هنايا باش نحطوا 80 غرام سكر محور. تحب تزيد تحب تحط 100 غرام راهو تنجم تحط. بالنسبه للطريقه هذه مع صمصه الجلجلان تحط 120 غرام سكر محور. كان انت باش تعملها بالجلجلان برك، بيان سور اتا نقول لكم كي باش تعملها جلجلان بركه شنو اللي تعمل. هنايا باش نقص فوالا 8 وني بدلتها في شقاله اخرى باش نجم نحرك في راحه من عقلي. نخلط ساعه هذوما بالكدا، وباش نبدا نزيد في البوغ نوازيت. حضرت معاها البوغ نوازيت. هنايا البوغ نوازيت لازمنا نطيبوها بالكدا اكيد كنا نعرفوا كيفاش تطيب، سينو تلقاوها في الاي اللي باش تخرج لكم توا الفوق. توا لهنا باش نبدا ب 100 غرام بوغ دو نوازيت، ونشوف اسكو لا تيكستور والكونسيستونس نتاع البات نتاعي اللي انا حاجتي بها والا لا. فوالا هنا باش نبدا ب 70 غرام ونخلط. لازم بوغ نوازيت. انا هنايا باش نكتفي بال 70 غرام، مانيش باش نزيدها. تحبوا تزيدوا توصلوها لل 100 غرام باش كي تطيب الكعبه تبدا جاريه اكثر، مي انا هكا تري بيان. توا باش نعمل نتاع البوفريوه كيف لهنا باش نحط 80 غرام سكر محور. كما قلت لكم راهو تنجموا تزيدوا في الحلاوه نتاع السكر. انا وزنتهم ديجا. فوالا 80 غرام، وباش نحط اكل البوفريوه الكونكاسي نخلط، ومن بعد نزيد الزبده. دونك لهنا زدت، مش في بالي قاعده نصور، زدت 50 غرام لهذه للبوفريوه، على خاطر البوفريوه فيها اكثر زيت من الفستق. دونك زدت 50 غرام ونشوف كان نحب نزيد. هوني زاده باش نزيد باش نوصلها لل 20 ل 70 غرام. دونك عملت 50، تو باش نزيدها 20. فوالا توا الحشوات نتاعي الزوز باش نحطهم في الكونجيلاتور حكايه 20 مينوت 25 مينوت باش نحط
البوفريوه والفستق. البنات هنا شوف ظهرت لي نحب نزيدها شويه هكاك، عيني حبت نزيدها شويه بوغ دو نوازيت. فوالا على خاطر راهو الفستق يشرب فيسع فيسع. فوالا هكا تري تري بيان. توا البنات باش نحضروا اوراق الملسوقه. اوراق الملسوقه نتاعنا تنجموا تاخذوا اوراق الملسوقه السبيسيال صمصه، احنا لهنا ما عندناش، عندنا كان المدوره. باش ناخذ ونقيس 4 سنتيمتر. هنا بيان سور الحراف هذوما ما حاجتيش بيان، دونك انا باش ندخل هكا وباش ناخذ يعني باش نحي لي دو كوتي من هنا وباش نبدا نخدم على 4 سنتيمتر. ما نقصوش كل كعبه وحدها، خير يلزمها الكل مع بعضها باش ما يبداوش معوجين. و4 سنتيمتر راهو العرض ليديال للصمصه. يعني تحبوا تعملوها 3.5 تنجموا، اما 4 راهو باقي باهي. ريت هنا عملت التراساج نتاعي، توا بالسكينه باش نبدا نتبع. انا ديما جو بريفير بعد ما نقصهم هكايا ريتو هاكا حاضرين باش اوكي، ونرجعهم في الباكو نتاعهم، على خاطر كي نحيهم توا من الاوراق نتاعهم وانا مازالت البريباراسيون نتاعي ما حضرتش راهي تشيح لنا، دونك نخليهم هكايا ونرجعوهم في الصاك نتاع الملسوقه. وديجا اوراقنا حاضرين، ما نقعدوش من بعد يبدا الورقه نتاعنا تشيح وتولي مخيبها وتتكسر معانا في اللمه. شوفوا توا لهنا البنات اوزروا خرجتها بالكونجيلاتور باش ناخذ بارتي ونخدم بها، مانيش باش نخليها الكل البر، على خاطر كانت ديكانجل تولي ما عادش نجموا نرجعوها في الكونجيلاتور. دونك ناخذوا بالبارتي نخدموا ونرجعوا الباقي للكونجيلاتور. فوالا هكا نعبي الحاجه اللي باش نحط فيها والاخر نرجع. شوفوا البنات باش نعبي المغرفه الصغيره، ريتو ديجا ما حضرت انا الواحد نتاعي الا ما هي بدات تطرى، على هذاك قلت لكم ما نخرجوهاش الكل. باش نعملوا كالعاده المثلث نتاعنا نتاع الصمصه، باش نكبسوا من هنا من الاول باش نشد هكا. شوف فوالا هنا اعطيني انا نعمل التنغوره، ريتوني كيفاش هزيتها وحطيتها. وتوا باش نجي لهنا وباش ننزل عليها هكا باش تجيني مليانه الكعبه مليانه. انظروا كيفاش ننزل نشد الجناب منه ومنه، من بعد نعاود الثانيه نتاعي ونهز، وكالعاده نكبس ونسكر، نكبس اصر. يعني صبعي كي نهز من هنا صبعي هذا نلقاه هنا يعاون في اصر هكا وهكا، وهذه لهنا. هنا كيف العاده يا نحشيوها في وسط هذا والا باش نعملها بالفارينه والماء التسكيره نتاع العاده. فوالا وهكا تكون كعبة الصمصة نتاعنا حاضرة. الصمصة هذيا ما تتقلاش، الصمصة هذيا تتحط في الفور. شعلت الفور نتاعي على 160 درجة باش نخليهم 10 دقائق بركة، باش نعاود معاكم كعبة واحدة أخرى. باش نجيب هذي باش نكبسها لهنا وندورها هك طرفي، وباش نكبس على العجينة نتاعي
بالطريقة هذه، ونكبس الكعبة وندور ونكبس، ديما نكبس ونرجع التالي. يا ربي ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومة. والبنات هذايا 10 دقائق في الفور ما اكثرش. هنا بعد ما لفيت اونتر طون فما كعبات بداو يطراو، حطيتهم في الكونجيلاتور باش ما يتحلوش معايا برشا. توا 10 دقائق في الفور سخون 160 درجة، ما نكثروش من 10 دقائق. باهي هنا يا البنات كملنا طيبناهم، هذوما نتاع الفستق وهذوما نتاع البوفريو. اكيد راهو فما كعبه ولا اثنين ولا حتى ثلاثه راهو باش يتحلوا لكم في الفور، ما تخافوش. كملوا لي 10 مينوت نتاعكم، خرجوا حطوهم على جنب توا يتلموا ويشدوا ارواحهم. هنا انا نتاع البيستاش باش نحطهم في الشحور، ومن بعد باش نحطهم في البيستاش كونكاسي، ومتاع البوفريوه باش نحطهم في الشوكولا. هنا باش نبدا نحط دوب ما نهبط ونطلع، راهو ما ياخذوش برشا، يعني مش باش نغرقهم، فهمت؟ ما يتغرقش السمسه، ما تتغرقش في الشحور. وباش نحطهم في الفستق الكونكاسي. فوالا هذيك الكعبه الاولى نتاعي، ونكمل البقيه. فوالا الشحور ماهوش سخونه، خاطر كعبات السمسه ديجا هما اسخان، ما نحطوش شحور سخون وسمسه سخون. نزينوا كعباتنا كيما تحبوا نتوما، راهو تحبوا لوز، تحبوا ما نعرفش اللي عندكم، ما غير ما نعقدوها برشا. نكمل الكعبات نتاعي ونوريكم ساعه توا كيف باش نعمل نتاع الشوكولا. هذيا شوكولا فوندو، شوكولا اولي ذوبتها، زدتها شويه زيت وزدتها البوفريوه المهروشه باش نحط الشوكولاته نتاعي. ونستقطر ونكمل الكعبات اللي عندي الكل. نكمل ونرجع لكم. البنات هذه الصمصه نتاعي، شوف يلزمكم تجربوها، راهي بنه 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 بالحق. واحد كيقول بنه تبكي، والله العظيم بنه تبكي. جربوا، راهو فما كعبات مش يفسدوا لكم، مانيش نقول لكم راكم يلزم باش تجيكم الكعبه مليانه ومعبيه، يلزم التسكيره تكون صحيحه، ما يلزمش فما حتى طرف حله باش ما يخرجش شكل الحشو نتاعها، وباش تجينا حاجه مزيانه 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 برشا. هاو باش نوريكم الداخليني نتاعها كيفاه. اعصروا كيفاه، راهي هذيا نتاع البيستاش وهذيا نتاع النوازيت. اعصروا بنة غير عادية. ان شاء الله تجربوها البنات وترجعوا لي، ومع بعضنا في وصفات اخرى.